أكد برشلونة تفوقه وتقديمه لموسم استثنائي مع مدربه الألماني هانزي فليك، وحقق فوزا كبيرا وساحقا على مستضيفه ريال مدريد ب4 أهداف دون رد أمس السبت في إطار مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت ضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني. في الدقيقة 54 ضرب المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مصيدة التسلل مستغلا تمريرة ذكية من أليكس بالدي، وانفرد تماما بلونين محرزا الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 54. ولم تمض سوى دقيقتين حتى تمكن مجددا ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة عندما ارتقى لعرضية كاسادو وسدد الكرة برأسه معلنا الهدف الثاني للضيوف. وهذا هو الهدف الأول لليفاندوفسكي في مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن الدوري الإسباني، كما أنه أول هدف يسجله المهاجم البولندي على أرض الفريق الملكي. ومع الدخول في الدقائق الأخيرة انهارت تماما معنويات لاعبي ريال مدريد، ووضح ذلك في تفوق لاعبي برشلونة في الصراعات الثنائية. وفي الدقيقة 78 ارتقى ليفاندوفسكي لكرة عالية وهيأها لرافينيا الذي توغل ومررها إلى لامين جمال، فتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء وسددها بثقة ومهارة، معلنا ثالث أهداف برشلونة الذي عاقب ريال مدريد على الفرص الكثيرة التي أضاعها في الشوط الأول. وهذا هو الهدف الأول لجمال في كلاسيكو في جميع المسابقات الرسمية، كما أصبح جمال بذلك أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو في جميع المسابقات الرسمية بعمر 17 عاما و105 يوما. ولم تتوقف سيطرة برشلونة عند هذا الحد، ففي الدقيقة 85 أهدى إنيغو مارتينيز تمريرة حاسمة ذهبية إلى رافينيا الذي انفرد تماما بلونين وأسكن الكرة في الشباك من فوق الحارس الأوكراني بثقة متناهية. وبهذا الفوز عزز برشلونة صدارته رافعا رصيده إلى 30 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي تكبد اليوم خسارته الأولى مقابل 3 تعادلات.